السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا طيبين. معكم رؤوف من قناة رؤوف جيمنج. اليوم شباب راح نلعبوا لعبة أسطورية، وهي لعبة ذكريات الطفولة، وهي لعبة سكور هيرو من شركة اف تي جي فيرست تاش جيمز. هذه الشركة الأسطورية شباب. المهم الآن نخيروا البطل ديالنا في هذه اللعبة، نخيروا هذا. الجنسية طبعا راح نديروها شباب جزائرية. اولا راح نديرولو الاسم عما قريب، راح نديرولو اسم الشخصية ديالنا ونسموها رؤوف جيمنج دي زي. المهم الان نبداو في التدريبات. حطها قول، يعني يجب هذا الطريق لكي نوليو افضل لاعب في العالم. حطها في التعيين، بوم هدف. نعيد هذا المستوى شباب، لازم نجيبه بثلاث نجوم هدف. هدف. المهم الآن المستوى الثاني لازم نكون المستوى نجيبه ب... بثلاث نجوم. الآن مرر هنا، حطها جول، هدف جميل. عاود الآن هنا تمريرة بينية. هذه لعبة أسطورية شباب من شركة فيرست توش جيمز، شركة اللي راهي دير لنا لعبة دريم ليج. الآن هنا في ليستاسيون، هنا جاولنا عروض وين ننتقلوا. يعني بما أنه الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، نختاروا نادي بورنموث. الآن وقعوا مع نادي بورنموث اللي يلعب درجة في الدوري الممتاز الإنجليزي. هنا راح نبداو التجارب في النادي إذا يقبلونا ولا لا. لا، وبعدها التوقيع الرسمي مع النادي. المهم الكرة هدف. المهم الآن هنا ما زلنا في التجارب، إن شاء الله يقبلونا في النادي. الآن علينا أن نسجلوا هدف من ركلة حرة مباشرة، هدف أسطوري. هنا شباب نبداو البداية تاعنا، نكتبوا الاسم RAUF جيمنج. ها هو الاسم شباب. الآن التوقيع الرسمي مع نادي بورنموث الإنجليزي. الآن نديو المكافآت اللي كاينة هنا. مكافأة هذه. المهم هنا اوبجيكتيف. المهم الآن نبداو أول مباراة في الدوري الإنجليزي ضد نادي بيرنلي. إن شاء الله نتألقوا في هذه المباراة ونسجلوا أكبر عدد ممكن من الأهداف. الآن بيرنلي راهم متقدمين علينا بهدف بنظرات. نلعبوا جملة تكتيكية روعة الروعة. الآن هدف هنا، راح نختار الزاوية 90. سجلنا الهدف. الآن راح نواجهوا ساوث هامبتون الإنجليزي. المهم نلعبوا تمريرة هنا بينية. الآن هنا راح نلعبوا عرضية رأسية وجول. حطينا الهدف. الآن الآن نكملوا أيضا في الدوري الإنجليزي. نرفعوا كرة من الركنية الرأسية. هذه هدف 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 هدف، وقدمنا تمريرة حاسمة مرة أخرى. حتى الآن بداية ديالنا بداية موفقة مع هذا النادي. وإذا حبيتو نكملو في المسيرة ديال نديرو سلسلة طويلة، ضغطونا زر لايك واشتركونا في القناة إذا حبيتو نكملو في هذه اللعبة. المهم الآن هنا
هنا التعليمات المهم. الآن راح نحطو هذه المخالفة في الشباك. هنا لازم نحققو هدف التعادل. الآن هنا راح ندير حركة مستفزة، هذه هي. حاولت أني ندير لوبا للحارس ولكن ما جاتش. هنا مازلنا في الشامبيونا أونجليز، الدوري الإنجليزي. النتيجة حتى الآن رانا متأخرين بهدف، يعني راهم متفوقين علينا هدفين مقابل هدف. الآن تسديدة في 90 وجول، هدف يعني عالمي بأتم معنى الكلمة. الآن راح نلعبو أمام برينتفورد. على ما أظن أن اللعبة تستطيع أن تديرها باللغة العربية، راح نديرها. المهم الآن تمريرة الآن بينية، الله المراوغة. نشوف اللاعب قدم تمريرة هنا، تسديدة أسطورية. هذا الهدف يشبه هدف لامين يامال أمام المنتخب أمام المنتخب الفرنسي العام الماضي. نعم. اللغة راح نرجعوها عربية لكي نفهم كل التعليمات. المهم إذا حبيتو نعدلو على الشخصية نديرو تعديلات أسطورية اكتبولنا في التعليقات. التعديل راه يكون في الحلقة المقبلة. هنا شباب يقول لاعب أساسي في الفريق الأول، يستقر رؤوف جيمنج دي زد في الفريق. الآن دوري إنجليزي مرة أخرى مباراة. الآن نتيجة لصالح الفريق الخصم 2-0. ها هي فرصة ركلة حرة وهي فرصة العودة في المباراة. إن شاء الله تكون فرصة العودة في المباراة. هذه الركلة الحرة صعبة جدا وجول. أول يعني وليت أسطورة في نظر الجماهير ديال بورنموث. قالك المدرب يطالب بالمزيد، يجب أن يستعد اللاعبون للتحدي. نعم، رؤوف جيمنج ديزي مستعد للتحدي. راح إن شاء الله نجيبو تتويجات لهذا النادي بكل بساطة. الآن نشوفو الملعب هكذا، مرر تمريرة هنا، لعب تمريرة هنا 1-2. هنا تسديدة بخارج باطن القدم، تسديدة أسطورية بخارج باطن القدم. الكرة شباب راح نكملو في هذه الحلقة الموسم هذا الأول كامل، إلى نديرو اختيار نادي آخر إن شاء الله يكون كبير. الآن كرة عرضية طويلة تم اعتراضها عندنا هنا، محاولة مجانية. هنا الآن شباب عندي فكرة أنو نلعب تمريرة هنا. راح نعاود الفكرة هي أن يقدم تمريرة لهنا، المدافع يفيق لها يا شباب. نلعب كرة طويلة هكذا، وصلت في المكان المناسب، وكرة هدف شباب، هدف أسطوري شباب. الكرة الآن عفوا ليست الكرة. هنا قال لا مجال للرضا عن الذات، يجب على اللاعبين القيام بتدريبات إضافية. شباب ما هذا المدرب؟ شباب رانا نقدموا أداء أسطوري، راح نشوفوا الإحصائيات في آخر الموسم. أداءنا يرضي الجماهير، يفهموا أنه رانا نلعبوا في نادي ضعيف. يقول يبدو أن الفريق متوتر، من الضروري الحصول على نقطة على الأقل. هل هنالك شيء مميز هنا؟ الآن كرة لصالح لاعبنا رؤوف جيمنج ديزي. تمريرة الآن بينية، هنا تسديدة في 90 وهدف. لا يتحمل المدرب نتيجة أخطاء، النتائج غير منصفة لأداء الفريق.
طبعا فريقنا يقدم أداء جيد طبعا، ولكن في الأخير ما فوزوش في أي مباراة. حتى الآن رانا متأخرين برباعية، يعني هذا قدر الله. راح ننتقلوا لنادي كبير وتشوفوا الأداء الأسطوري والتتويج بالبطولات. لعبة أرضية، راح نلعب تمريرة هكذا، نغير جهة الملعب. لعبة هكذا. الآن عودوا التمريرة، لعب هكذا 1 2. إنها دخلت قذيفة. الهدف الأول. هنا نلعب كرة طويلة. الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثاني. الهدف الثاني. هنا نلعب ضد نوتنغهام فورست. مباراة مصيرية. يقول هنا: لقد حصلوا على الكرة بعد إضاعة فرصة التهديف، هل بإمكانهم تمرير من الجناح نحو منطقة الجزاء. راح نلعبلو كما قالنا، وكرة بدون أي فلسفة داخل الشباك. كرة الآن، هذه الفرصة سانحة لتحقيق الفوز. كرة الآن، غير جهة اللاعب. نعود. الحل أنه نلعب. شباب، أنا عندي فكرة. راح نجربها أني نلعب هكذا تمريرة، هكذا تمريرة لهناك، ونلعب عرضية وجول. قالك: واصل اللاعب: لقد استخدمت كل ركلاتك 100 مجانا. تعزيز الثقة. قالك: يبدو أن الفريق تعثر في المباراة. والله ما شفتو شباب واش قال. نعاود هنا. نمرر هنا تمريرة أمامية. لعب تمريرة طويلة للرؤوف الأسطورة الذي سيقدم أداء خرافي. الآن يلعب كرة عرضية ما وصلتش. شباب، النقود قريب تخلص لنا. مرر الآن تمريرة. الآن الجناح بخارج باطن القدم يسجل هدف. لقد فتحت فعاليات. اذهب وتفقد فعاليات نشطة الآن واحصل على الجوائز. مباراة صعبة، اللاعبون متفائلون. خليها مباراة صعبة. هل يمكن أن يكون أول من يحقق التقدم في المباراة؟ نعم. ألعب كرة طويلة. مرت اللاعب مرر هكذا، ليس في موقف تسلل. كرة في التسعين. بايرن. شباب، مباراة صعبة، النتيجة راهي 2-1. المهم الآن نحاول نقدم تمريرة خرافية مثل هذه. شباب، التسديدة راح تكون في التسعين. قلت لكم التسديدة في التسعين. الآن يبتعدون عن التعادل بشكل سريع. المدرب حريص على استعادة التشكيلة الرابحة. الرقم ديالنا 48. والله ما عجبني. راح نغيروا عدة تفاصيل في الحلقة المقبلة. راح نعدلوا على الشخصية، تعديلات على رقمنا الخاص في الفريق. راح ننتقلوا لفريق أكبر بإذن الله من نادي بورنموث. عندي فكرة أنه نمرر هنا. ألعب الجناح الأيسر. استلم الكرة. ألعب تمريرة بينية. أحطها في الشباك. سهلة جدا جدا. أفضل فريق. هاشتاج أفضل فريق في المباراة. هذه آخر مباراة في الموسم ضد ليدز. يعاود الفريق القتال وصبحت مباراة مفتوحة. يجب علينا شباب تحقيق الفوز لكي نضمن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.
الله عليك يا رؤوف، الله على هذا الهدف. ضربة جزاء، ضربة جزاء شباب، الحكم يمنعهم ضربة جزاء. وين حطوها؟ وين جول 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 جول. لقد ربحت كأس ذهبية مع هذه المكافآت. دقيقة شباب، نشوفوا إحصائيات الخاص بالهيرو تبعنا. دقيقة، هذا الرقم، لا الأرقام غير متاحة. من هنا تقدر تغير الوجه. المهم الحلقة المقبلة راح نغيرو الوجه. المهم قدمنا أداء أسطوري. المهم نلعبو مباراة، نزيدو هاد المباراة ومباراة أخرى وبعدها نخلصو المقطع. المهم الآن نحطو كرة عالمية عالمية عالمية. نزيدو هاد المباراة. قال لك تعزيز التعاقدات الجديدة. هذه الفرقة يريد المدرب تكوين فريق الأحلام. نلعب الآن تيكي تاكا لكي نسجل هدف. نلعب تيكي تاكا لكي نسجل هدف. أرى الآن تمرير الجناح الأيسر. نلعب تمريرة بينية. معليش تم اعتراضها. نلعب هكذا. وصلت تمريرة الخرافية والتصدي. تصدي آخر. هذه ما تصدالهاش. راه يدير لهم احتفالية كالما كالما. حطها جول 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 جول. فزنا في المباراة. المهم وصلنا لنهاية الحلقة ديال اليوم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمقطع. واذا عجبتكم السلسلة عاونونا بزر اللايك والاشتراك في القناة، وشاركوا المقطع على اوسع نطاق، وشاركوا كاع المقاطع الموجودة في القناة في اوسع نطاق. وتستاهلوا كل الف خير مني. وشكرا لكم وسلام.